عندك 3 صور مختلفة للماء المتغير بالطاهرات. المية نفسها لو خلطتها بأي مصدر بشرط إن المصدر ده يكون طاهر بيكون ليها 3 أحوال. أول حاجة الماء اختلط بمصدر تاني طاهر بس ما غيرش من أحد أوصاف الماء ال3 زي اللون والطعم والريح، فهنا الماء نفسه طاهر وتقدر تستخدمه في الوضوء والغسل عادي جدا. الحالة التانية ماء طاهر واختلط بمصدر تاني طاهر برضه لكن اتغيرت أحد أوصافه ال3 زي الشاي مثلا والعصير، وهنا ما اقدرش اقول على حاجة الجديدة دي إن هي ماء، هو بقى حاجة تانية خالص وخرج عن مسمى الطبيعي بتاعه اللي هو المية وبقى اسمه شاي او عصير او اي حاجه تانية خالص. حكمه ما ينفعش استخدمه في الوضوء ولا الاغتسال ولا في الطهاره عموما. عمرك سمعت عن حد بيتوضى بكوبايه عصير مثلا او كوبايه شاي؟ الحاله الثالثه ماء طاهر اختلط برضه بمصدر تاني طاهر برضه ولكن فضل المسمى بتاعه تحت اسم ميه برضه، زي الميه بالصابون مثلا او ميه وقع فيها قرفه او حمص او جنزبيل، فغيرت شويه بسيطه جدا من اللون والطعم والريح لكن ما غيرتش المسمى الاساسي بتاعه وفضلت ميه. هنا بقى اختلف العلماء واختلفوا في حكم الميه دي، هل هقدر استخدمها في الطهاره عموما ولا لا؟ والاقرب انه ماء طاهر اقدر استعمله في الوضوء والغسل عادي جدا. ومعلومه اخيره، لو مخزن شويه ميه عندك وقعدوا فتره طويله استخدمهم عادي لان ده يعتبر ماء طاهر. صحيح الماء المستعمل هو ماء طاهر برضه واقدر استخدمه في الوضوء والاغتسال، والمقصود بالماء المستعمل ان حد قبل كده اتوضى او اغتسل بالميه دي وسابها او جمعها في مكان معين، والاصل في الماء ده ان هو طاهر ومطهر لغيره. انا محمود مختار ودي حياه مسلم، شير في الخير، سلام.